تعالوا بقى مع بعض كده نكمل سلسلة التفريزات بتاعتنا. احنا فرزنا مع بعض البسلة والكرنب وفرزنا كذا حاجة مع بعض. النهاردة هنعمل سبانخ وفلفل الوان وفاصوليا خضراء. اهم حاجة بس نغسل الخضار بتاعنا كويس. انا هنا غسلت السبانخ بتاعتي كذا مرة لغاية ما نزلت كل الحاجة اللي فيها، ولما ميتها تبقى بيضة خالص وزي الفل. واحنا بنغسلها نحط معاها شوية خل، اي حاجة فيها كده مش كويسة نطلعها، ورقة صفرة او اي حاجة فيها نشيلها. وبرده يبقى معانا طبق كبير كده بنغسل فيه عشان الحاجة تنضف معانا كويس. وهنخزن السبانخ لوحدها، مش هنحط معاها اي خضرة. احنا هنحط الخضرة بتاعتنا لما نيجي نطبخها. كده كده الخضرة موجودة معانا طول السنة. انا حاطة صينية جنبي اهي، والحاجة اللي بغسلها برصها على الصينية. هنا برضو ده كيلو فاصوليا خضرة، برضو هنشيل منها اي حاجة. الفاصوليا بقى مش تاخد غسيل زي السبانخ. معروف ان الخضروات اللي هي الورقية دي بتاخد غسيل كتير عشان بيبقى فيها طينة، لكن الفاصوليا بتاعتي نضيفة مش هتاخد وقت معايا. وبعدين لسه عندنا شهر كامل، يعني كل يوم نعمل حاجة، بلاش نتقل على نفسينا ونعمل كذا حاجة في اليوم. يعني انا النهارده يا دوب جبت رغيفين سبانخ مع كيلو فاصوليا، وجبت كيلو فلفل الوان. هنا برضو حطيت معايا شوية خل عشان اي بكتيريا في الخضار الخل بيقضي عليها. في ناس بقى ما بتحبش اصلا تخزن الحاجة في الفريزر، لا بس والله بتسعف يا جماعة، وخصوصا في شهر رمضان ما بيبقاش فيه وقت اصلا، وبتسعف معانا جامد بصراحة. ولا بنحس ان احنا كنا طابخين ولا اي حاجة. وعملنا برضو مع بعض الطماطم برضو جميلة. وبعدين الفاصوليا في ناس بتشوحها بزيت، لا احنا ولا هنشوحها بزيت ولا اي حاجة، طريقة التفريز العادية، وهتقعد معاكي طول السنة خضرة وزي الفل. وهنا برضو كيلو فلفل الوان برضو معايا نغسله كويس. انا هنا غسلت الخضار بتاعي كله اهو، وهنقطعه بقى. طبعا كلنا نعرف نقطع الخضار، فانا مش هصور لكم وانا بقطع الخضار. اهو السبانخ انا هنا قطعتها. كل اللي هنحطه عليها هي معلقة سكر كبيرة، ونقلبها كويس مع بعض. السكر ده هيحافظ لك على لونها وعلى طعمها، ومش هيأثر فيها بأي حاجة. وهنعبيها برضو في الاكياس بتاعتنا على قد الطبخة بس. يعني اعملي الكمية اللي انت حاسة ان انت هتستخدميها، لكن ما ينفعش ان انا اطلع الحاجة من الفريزر تفك وارجع ارجع الباقي تاني، لا على قد استخدامك بس. والفلفل برضو نفس الكلام.
صدقوني برضو التفريزات دي بتريح كتير، لان في ناس بتستغل الصيام وبتغلي في سعر الحاجة ومعرفش، يعني اول ما يهل علينا شهر رمضان تبص تلاقوا الخضار كله سعره رفع. فاحنا نستغل دلوقتي، يعني الاسعار الحمد لله كويسة. احنا هنا السبانخ ولا حطيناها في مية سخنة ولا مية ساقعة ولا اي حاجة، احنا غسلناها وخرطناها وهي معلقة السكر بس، ونعبيها في الاكياس بتاعتنا. انما الفاصوليا بقى ليها طريقة تانية. انا بعتمد بقى طريقة تفريز الفاصوليا والبامية والبسلة، هي الطريقة دي. انا هنا كنت حاطة معلقة سكر كبيرة برضو في المية، ويا دوب هي دقيقة نقلبها في المية السخنة ام سكر دي، ونطلعها على مية فيها مكعب تلج. مش هنطول عليها خالص، هي دقيقة. انا هنا بطلعها على مية ساقعة على طول. اهم حاجة تكوني حاطة تلج في المية. اهم حاجة امشوا بالخطوات زي ما هي كده، بصراحة تفرق معاكم وهتديكوا نتيجة هايلة. انا هنا بصوا اهو التلج محطوط في قلب المية. الفاصوليا بقى نسيبها لما تصفي ميتها خالص. انا هنا الفاصوليا سبتها كده لما صفت ميتها خالص، وبرضو هنعبيها برضو ايه على قد استخدام. جربوا الطريقة دي وهتعجبكم النتيجة جدا. واحب برضو ان انا اسمع تعليقاتكم على فيديوهاتي، يا ترى بتعجبكم ولا في اي مثلا تعليقات على اي حاجة. هنا وبعد ما خلصنا وكيسناهم ونحطهم بقى في الفريزر.